وانا بسأل اللي بيسمعنا دلوقتي، انت عايش الحياة دي ولا لا؟ ملايين من البشر بيعيشوا حياة مزدوجة. يعني ايه حياة مزدوجة؟ يعني حياة مزيفة، بمعنى ادق ان هما بتلاقيهم مع نفسهم بشخصية وقدام الناس بشخصية تانية خالص، وده يعتبر مرض نفسي. ده كأنه عنده شخصية مزدوجة. الشخصية المزدوجة دي بتطلع بسبب حاجتين اتنين مهمين جدا: خوف وهروب. الشيطان العبيط اللهبل الصغير الضعيف ده بيقدر عليك وعليكي لما بيحصل لك حاجات سلبية كتير في حياتك، بدل ما يخليك تخش وتعالج يبدأ يخليك تعمل حاجة اسمها استراتيجي، انك تركب قناع عكس اللي انت عايشه. الحياة فيها نوعين: انت الحقيقي او انت المزيف. وانا بسأل اللي بيسمعنا دلوقتي، انت عايش الحياة دي ولا لا؟ خطورته ان بيخليكي بلا هوية. القصة كلها ان انا عبد من عباد ربنا سبحانه وتعالى، جاي الدنيا دي عشان اعمر، جاي الدنيا دي عشان انفع، جاي الدنيا دي عشان اصلح نفسي اولا وولادي وبيتي، ثم بعد كده الواقع. فالله يكرمكم، في ناس كتير طالعه على السوشيال ميديا بحاجه مزيفه، يتكلموا في حاجه هم اصلا مش عاملينها، اللي هم يقولون ما لا يفعلوا، بيقولوا كلام وبيعملوا حاجات وهم مش بيعملوا ده. خطورته ان بتخليكي توصلي لحياه مزدوجه فعلا، ما تبقيش متصارحه مع نفسك. المشكله ان انت ممكن انك تخشي في مرض نفسي، وهو نوع من انواع الفصام، اللي هو فعلا انت بتبقى عايشه بشخصيتين. عيشي حياه ببساطه، خليكي طبيعيه. يعني الطبيعي في الدنيا التوازن. عيشي حياتك كلها متوازنه، وخدي بالك من جمله: مش مهم راي الناس فيا، المهم شكلي انا قدام ربنا سبحانه وتعالى ايه. واوعي تعيشي حياه مزدوجه، عيشي بانت الحقيقي مش بقناع انت المزيف.